النهارده هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني، الكشري الأصفر بطريقة حلوة أوي، خطير يا جماعة ومفلفل ولونه وطعمه وريحته كانت قلب الدنيا، حاجة كده خطيرة، وهنعمل معاه كمان الورد، البصل المحمر المقرمش اللي بطريقة كلكم هتعتمدوها، يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جبت المصفى بتاعتي ونزلت فيها كده بكيلو من الرز، كيس من الرز أو كيلو من الرز، عليه كده حوالي 400 جرام من العدس الأصفر، كيس برضو من العدس الأصفر. هقلبهم كده كلهم مع بعض، دايما مقدار الرز بيكون ضعف مقدار العدس، أو مقدار العدس بيكون نص مقدار الرز. بنقلبه كده مع بعض كويس جدا، وبعد كده بحطه على جنب. جهزت بقى البصل اللي أنا هعمله، وهنا كنت مقطعة بصل جوانح بالشكل ده، بتبقى أحلى وألذ طريقة. بصوا مقطعاه جوانح، ودلوقتي بقى هننزل عليه كده بكيس من النشا، او 3 معالق كبار كده من النشا، وهنقلبه كده وندمجه مع بعض كويس جدا كده. البصل اخليه يتغلف كويس كده من النشا. جبت بقى حلة على النار، نزلت في الحلة دي بشوية كده من الزيت، وهنزل بقى ببصلاية صغيرة كده انا مخرطاها كده قطع صغيرة، ما باضربهاش في الكبة ولا حاجة، باخرّطها كده على إيدي بالسكينة قطع صغيّرة خالص، بابدأ أقلّبها في الزيت لغاية ما تاخد اللون الدهبي ده. أول ما تاخد اللون الدهبي ده، بانزل بقى كده على البصلة بالرز والعدس اللي أنا غسلتهم وصفّيتهم كويس، وباقلّب بقى الرز مع العدس مع البصلة مع الزيت، علشان الرز والعدس يتغلّفوا بالزيت كده، ويبقى الكشري معايا مفلفل. بُصّوا بنخلطه كويس جدًا كده وبنقلّبه مع بعض كويس. دلوقتي بقى بانزل بمعلقة كبيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة مليانة كده من الكمون، معايا بقى مكعبين كده من مرقة الخضار بتدّي له طعم حلو أوي، نُص معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، وكمان نُص معلقة صغيرة من الكركم، وهنا الكركم بيدّيني لون حلو أوي وفايدة وطعم كمان. باقلّب كده كلّه مع بعض، كل التوابل كده مع العدس مع البصلة مع الزيت بالشكل ده، بعد كده باغطّيه بالمَيّة، وباخلّي المَيّة زيادة عن الرز والعدس بمقدار كده عُقلة صباع، يعني زي تسوية الرز بالضبط. طبعًا المَيّة اللي أنا نزلت بيها دي مَيّة مغلية، باقلّبه كده فيها كويس جدًا، وأول ما المَيّة دي تغلي باهدّي النار خالص، واسيبه يستوي عادي خالص نفس سِوَى الرز بالضبط، يعني ما بازوّدش مَيّة علشان العدس ولا أي حاجة، علشان ما يطلعش معجّن معايا. باغطّيه كده، وأول ما يبدأ يغلي بالشكل ده بادّي له تقليبة كده، ومش قادرة أقول لكم بقى ريحته على النار عاملة إزاي. بادّي له تقليبة، وبعد كده باهدّي النار خالص، وباخلّيه يستوى مع نفسه. دلوقتي بقى هنعمل الورد أو البصل. هنحمّر كده البصل، جبت ووك على النار أو طاسة، وبدأت أحط فيها كده شوية من الزيت حوالي نُص كوباية، وبعد كده أول ما الزيت سِخن نزلت بالبصل بالشكل ده، وأنا بانزّله كده باوزّعه. كمية البصل اللي أنا عملتها دي كانت حوالي 5 بصلات، وكنت مقطّعاهم جوليان بالشكل ده، ونزلت بيهم على مرّتين، يعني حمّرتهم على مرّتين. بابدأ إن أنا أوزّعه كده بمعلقة، لقيت الزيت قليل شوية، فزوّدت كده شوية من الزيت. بابدأ أوزّعه كده وأبعده عن بعض، ما اغيبش عنه خالص عشان مش بياخد وقت خالص في التحمير. بُصّوا أول ما يبدأ يلوّن معايا كده، باقلّبه كده وبافضل واقفة قدّامه عشان بياخد لون على طول. بيبقى يا جماعة مقرمش كده زي الشيبسي بالضبط. بُصّوا خلاص خَد اللون معايا، باصفّيه على طول كده، باصفّيه كويس جدًا وباخرّجه على طبق. مش محتاجة إن أنا أحطه على مناديل مطبخ ولا أي حاجة، هو كده مقرمش، بس أهم حاجة إن أنا كل ما باطلّع كمية من البصل باوزّعها كده بعيد عن بعضها، ما بانزّلهوش كده فوق بعض. بُصّوا باصفّيه كويس جدًا كده، وباحطه في طبق قدّامي، وما ادخّلوش في فرن البوتاجاز ولا أي حاجة، يعني الفرن مش هيكون طبعًا والع، ما باشيلوش في أي حتة، ما باكتمش البخار فيه علشان ما يطراش، بافضل حاطاه كده على الرخامة أو على ترابيزة المطبخ. أول ما خرّجت كده الجزء الأولاني من البصل، نزلت بقى بباقي البصل بالشكل ده. وهاحمّره كده بالضبط زي ما حمّرت الجزء الأولاني، باوزّعه كده بالمعلقة كده لغاية ما أحس إن هو متغلِّف كويس جدًا بالزيت، خلاص كده ما خدش وقت معايا، وباخرّجه وباصفّيه زي ما عملت في المرحلة الأولى بالضبط. مش قادرة أوصف لكم بقى يا جماعة البصل عامل إزاي، مقرمش جدًا وحلو أوي ومش شارب زيت خالص، وما يتشبعش منّه أبدًا، لو قعد لتاني يوم هيفضل لتاني يوم مقرمش بالشكل ده. بُصّوا عامل إزاي، بُصّوا مقرمش إزاي، خطير. دلوقتي بقى الكشري كان خلاص استوى معايا،
بديله تقليبه كده بتاكد ان هو استوى. طبعا كميه الزيت اللي انا حمرت فيها البصله الاولانيه اللي هي اول ما حطيت الكشري، البصله اللي انا كنت مخرطاها كانت كميه زيت بسيطه خالص، شويه زيت صغير. دلوقتي بقى علشان ياخد طعم البصل هبدا ان انا انزل بشويه من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. بصوا مش هنزل بكل كميه الزيت، بس هنزل كده بشويه من الزيت وهو سخن كده. طبعا بحط كده الصفايه علشان ما ينزلش اي حاجه من بواقي النشا اللي اتقلى بيه البصل. بقلبه كويس جدا كده علشان يتشرب كله كده بكميه الزيت اللي انا حطيتها. طبعا كميه الزيت اللي حطيتها كانت شويه صغيرين، حوالي ربع كوبايه. بعد كده خلاص هو استوى معايا، ريحته تجنن. ممكن بقى لو عندك حته سمنه فلاحي كده حطي معلقه كده فوق الوش. هنا كنت حضرته. بصوا اللون عامل ازاي يا جماعه، لونه خطير تحفه. نص معلقه الكركم دي بتنقله نقله تانية خالص. لونه جميل، طعمه جميل. بصوا البصل مقرمش ازاي. حطيته كده في طبق وزينته كده بطماطم، ودلوقتي هبدأ احط عليه البصل. طبعا الكشري الاسكندراني ده احنا هنا في اسكندريه بناكله على طول مع السمك المشوي، يعني سمك بولتي مشوي كده مع طبق الكشري الاصفر بيبقى تحفه جدا. هحط بقى عليه كده وازينه بالورد او بالبصل، ومش قادره اوصف لكم يا جماعه طعمه كان عامل ازاي، حلو جدا وما فيهوش ولا غلطه. اتمنى يكون الوصفه والفيديو والطريقه النهارده عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. شير كتير كمان للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه والطريقه وينفذها. النهارده احنا بننزل اول فيديو في الصفحه الجديده. اتمنى بقى ان كل الناس اللي كانت بتتابعني على الصفحه الكبيره يتابعوني على الصفحه دي، لان كل الفيديوهات هتنزل هنا لغايه بقى ما مشكله الصفحه الكبيره تتحل. محتاجه دعمكم جدا ومحتاجه وقفتكم معايا بعد ربنا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.